الكثير من الناس الذين يعملون بجهد كبير لكسر أو إعادة كسر أرقام قياسية للالتحاق بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهناك أيضا من يقومون بعمل أشياء غريبة ومجنونة أو حتى عبثية، سنتعرف منها على أغرب الأرقام القياسية في موسوعة جينيس. أطول تسريحة شعر في العالم. اختير الياباني كازوهيرو واتانابي صاحب أطول تسريحة في العالم من قبل موسوعة جينيس، حيث بلغ قياسها حوالي 113 سنتيمتر، وقد كلفه 15 عاما لينمو شعره مثل هذا الطول، ويحتاج ساعتين ليقوم بتصفيفه و3 علب من مثبتات الشعر. المرأة الأكثر زواجا في العالم. الأمريكية ليندا وولف البالغة من العمر 68 عام فازت بلقب المرأة الأكثر زواجا في العالم، فهي تزوجت 23 مرة وتبحث حاليا عن الزوج رقم 24. تزوجت ليندا للمرة الأولى عام 1967 عندما كانت في 16 من عمرها، واستمر هذا الزواج إلى أن وصلت لسن 31، وتأتي بقية سلسلة الزيجات تباعا، وتنوعت أزواجها بين موسيقيين ورجال دين وسمكريين. وتقول ليندا أن السبب في تعدد تجاربها في الزواج هو إدمانها للشعور بأنها عروس جديدة تقضي فترة رومانسية مع زوجها الجديد. ملك العقارب. لا شك أن أكل العقارب السامة ليس بالشيء السهل، ولكن السعودي ماجد المالكي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر رجل يأكل العقارب السامة. ماجد يتناول 22 عقربا ساما في أقل من 20 ثانية ليحطم الرقم القياسي. ماجد يقول: أكلت أول عقرب عن طريق تحد مع زملائي، وبعدها تطورت هذه العملية إلى أن صرت آكل أي شيء في الصحراء وكل ما يدب على الأرض من الزواحف. صاحبة أكبر أرداف في العالم. تعتبر الأمريكية مايكل رافينيلي صاحبة أكبر أرداف في العالم، حيث يبلغ عرضها 2.4 متر ووزنها 190 كيلوغرام. وأكدت رافينيلي وهي أم ل4 أطفال في مقابلة تلفزيونية أنها لا تنزعج من شكل جسمها، وقالت: أحب جسدي جدا وليس هناك ما يدفعني لاتباع حمية، أنا بصحة جيدة. وأضافت أن سبب كبر أردافها هو جيني، فوالدتها كانت لديها أيضا أردافا كبيرة، وأكدت أن أردافها كانت تكبر مع إنجاب كل طفل من أطفالها ال4. وتجد رافينيلي صعوبة بالغة بالدخول من الأبواب، ولكن هذا لم يؤثر يوما عليها، إذ تعتبر نفسها جذابة لأن الرجال لا يحبون الفتيات النحيفات. صاحب أقوى لسان في العالم. توماس بلاكثورن يحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر حامل للأوزان مستخدما لسانه، وهو 5 كيلوغرام في عام 2008.